ثم إن ابن زياد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال في بعض كلامه: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر الأمير يزيد وأشياعه، وقتل الكذاب ابن الكذاب. فما زاد على هذا الكلام شيئا حتى قام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي، وكان من خيار الشيعة وزهادها، وكانت عيناه قد ذهبت، وكانت عينه اليسرى قد ذهبت في يوم الجمل، والأخرى في يوم صفين، وكان يلازم المسجد الأعظم يصلي فيه إلى الليل. فقال: يا ابن مرجانة، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه، يا عدو الله أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ فغضب ابن زياد وقال: من هذا المتكلم؟ فقال: أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتل الذرية الطاهرة التي قد أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، وتزعم أنك على دين الإسلام وغوثاه؟ أين أولاد المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان محمد رسول رب العالمين؟ قال: فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت أوداجه، وقال: علي به. فتبادرت إليه الجلاوزة من كل ناحية ليأخذوه، فقامت الأشراف من الأزد من بني عمه فخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزله. فقال ابن زياد: اذهبوا إلى هذا الأعمى أعمى الأز، أعمى الله قلبه كما أعمى عينيه، فأتوني به. فانطلقوا إليه، فلما بلغ ذلك الأزد اجتمعوا، واجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوا عن صاحبهم. وبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر وضمهم إلى محمد بن الأشعث وأمره بقتال القوم، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل منهم جماعة. قال: ووصل أصحاب ابن زياد إلى دار عبد الله بن عفيف، فكسروا الباب واقتحموا عليه. فصاحت ابنته: أتاك القوم من حيث تحذر. فقال: لا عليك، ناوليني سيفي. فناولته السيف، فجعل يذب عن نفسه ويقول: أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهري، عفيف شيخي وابن عامري، كم دارع من جمعكم وحاسري، وبطل جدلته مغادري. فجعلت ابنته تقول: يا أبتاه، ليتني كنت رجلا أخاصم بين يديك اليوم هؤلاء الفجرة قاتل العترة البررة. وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو يذب عن نفسه، فلم يقدر عليه أحد. وكلما جاءه من جهة قالت: يا أبتي، جاءوك من جهة كذا، حتى تكاثروا عليه وأحاطوا به. فقالت ابنته: وهذا الله يحاط بأبي وليس له ناصر يستعين به. فجعل يدير سيفه
وهو يقول اقسم لو يفسح لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري. قال الراوي فما زالوا به حتى اخذوه ثم حمل فادخل على ابن زياد، فلما رآه قال الحمد لله الذي اخزاك. فقال له عبد الله بن عفيف يا عدو الله وبماذا اخزاني؟ والله لو فرج لي عن بصري ضاق عليك موردي ومصدري. فقال ابن زياد يا عدو الله ما تقول في عثمان بن عفان؟ فقال يا عبد بني علاج يا ابن مرجانه وشتمه ما أنت وعثمان أساء أو أحسن وأصلح أم أفسد؟ والله تبارك وتعالى ولي خلقه يقضي بينهم، ولكن سلني عن أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه. فقال ابن زياد والله لا سألتك عن شيء أو تذوق الموت غصة بعد غصة. فقال عبد الله بن عفيف الحمد لله رب العالمين، أما إني قد كنت أسأل الله ربي أن يرزقني الشهادة من قبل أن تلدك أمك، وسألت الله أن يجعل ذلك على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه. فلما كف بصري يئس من الشهادة، والآن فالحمد لله الذي رزقنيها بعد الياس منها وعرفني الإجابة من في قديم دعائي. فقال ابن زياد اضربوا عنقه، فضربت عنقه وصلب في السبخ.